السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح الكوردينيت سيستم. طبعا زي ما احنا عارفين في النظام العالمي اللي هو اليو تي ام، وفي الاي تي ام اللي هو النظام المحلي المصري. فهنعرف الاتنين دلوقتي. اول حاجة من قائمة بروجكت بدخل على كوردينيت سيستم، تحت هنا القائمة التانية يوز اكزيستنج بضغط عليه وبختار predefined projection. باجي في الاول هنا لو انا هشتغل على اليو تي ام اللي هو النظام العالمي بختار يو تي ام وبكتب له هنا يو تي مصر يو تي ام زون 35 و36، فعلى حسب انت شغال في اي مكان. فمثلا لو احنا شغالين 35 اكتب له 35 واقول له اوكي. جاب لي ال 35 بس في 35 نورث وفي 35 ساوث، بس احنا شغالين على النورث بس في مصر. فهختار يو تي ام دبليو جي اس 84 يو تي ام زون 35 نورث، بعلم عليها اللي هي رقم واحد واقول له اوكي واقول له اوكي. كده انا اخترت زون 35. طب لو انا عايز اشتغل على النظام المحلي يوز اكزيستنج برضه بريديفايند بروجيكشن، بدخل على الاول هنا هختار مصر ايجيبت، هشيل بقى ال 35 اللي انا كنت كاتبها في السيرش. ظهر لي هنا الاحزمه بتاعتنا اللي هو البلو بيلت والريد بيلت والباربل بيلت، اللي هو الحزام الاحمر والازرق والاحمر والبنفسجي. فهتشوف انت شغال في اي حزام وهتختاره. انا مثلا هختار البلو بيلت واقول له اوكي واقول له اوكي.